السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سحر ودي قناتي قناة أحلى الأكلات مع سحر. بقدم فيها حلويات وبقدم فيها أفكار كتير جدا لتزيين التورت والجاتوهات. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لي اشتراك للقناة واعملي لي لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من الناس. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل بلح الشام مع بعض، وهنعرف سر قرمشة بلح الشام وسر الطعم الجميل اللي بنشتريه من بره. تابعي معايا الفيديو للآخر علشان تعرفي كل الأسرار وكل التريكات اللي انت لو اتبعتيها ومشيتي عليها بالمظبوط ان شاء الله هتعملي بلح الشام احلى بكتير جدا من اللي انت بتشتريه من بره. هتعمليه في البيت بتكلفة طبعا اقل بكتير، وهيبقى كمان طعمه احلى واجمل بكتير من اللي انت بتشتريه من بره. تابعي معايا الفيديو كده للاخر، ولو ليكي اي سؤال سيبهولي وانا هرد عليكي كده في الكومنتات. وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا تعالوا نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعالوا نشوف عملنا بلح الشام القمر اللي قدامنا ده ازاي. المقادير عندي حلة على النار، وهبدأ انزل فيها بكوبايتين ونص من المية بما يعادل نص لتر من المية. ببدأ كمان اضيف عليهم نص كوباية من اي نوع زيت نباتي، تقريبا بيبقوا عاملين حوالي 100 ملي. وكمان بضيف نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة كاملة من السكر، وبسيب الخليط لحد ما يغلي. ما بنسيبش المية والزيت يغلوا لفترة طويلة علشان المية ما تتبخرش والمقادير عندي تتغير. بمجرد ما بيغلوا ببدأ ان انا اضيف عليهم كوبايتين من الدقيق، وهبدأ ان انا اهدي النار وابدأ اقلب في الخليط لحد الخليط ما يتكون وتبقى عجينة متجانسة. بتقلبي كده بالمعلقة الخشب لحد العجينة ما تلم، وتتأكدي ان الدقيق اختلط كويس جدا مع المية والزيت. شايفين كل ما بقلب كل العجينة ما بتبدأ ان هي تتكون وتتلم على بعض. طيب هفضل اقلب لحد امتى؟ لحد ما احس ان الدقيق بدأ ان هو يستوي، وفي نفس الوقت هيبقى العجينة تخلع من الحلة ما تبقاش لازقة في الحلة، وهتبدأ تعمل طبقة او قشرة بسيطة كده في القاع بتاع الحلة من تحت. اول ما تشوفي الطبقة دي بعينيكي تعرفي ان كده العجينة بتاعتك خلاص استوت، وفي الوقت ده بتبدأي ان انت تطفي عليها النار. شايفين طبعا كل ما ببدأ اقلب كل العجينة ما بتلم اكتر واكتر. ودلوقتي هنوصل للمرحلة اللي انا بقولك عليها، هنشوف القشرة اللي اتعملت في القاع بتاع الحلة اللي هتعرفي من خلالها ان انت تبداي تهدي النار. وطبعا انا حاطه الشربات بتاع البلح الشام، وشربات بلح الشام بيبقى تقيل وبارد. فزي ما انتوا شايفين لو واخدين بالكم انا حاطاه على العين التانية، فبالتالي إيه علشان يستوي. ولسه هبرد عجينة بلح الشام، في الوقت ده هتبقى الشربات بدأت ان هي ايه معايا تبرد. شايفين شكل العجينة كل ما بتقلبي فيها كل ما بتبقى دي الطبقة اللي انا بقولك عليها. شايفين اهي بتبقى الطبقة دي. بمجرد ما بتشوفي الطبقة دي اتكونت في الحلة بتعرفي ان العجينة استوت. بتبدأي ان انت تطفي عليها النار وتسيبي العجينة لحد ما تبرد تماما، وبعدين تبدأي تشتغلي فيها. انا هنا سبت العجينة بردت شوية، ودلوقتي هبدأ ان انا احطها في العجانة علشان اخرج اي بخار زايد فيها. بعد ما شغلت عليها العجانة عندي 4 بيضات هنزل بيهم، بس مش بنزل بيهم مرة واحدة، بنزل بيهم بيضة بيضة. بمجرد ما احط بيضة واشغل عليها كده العجان، وممكن تستغني عن العجان وتشتغلي بايدك عادي جدا. بمجرد ما بتحسي ان البيضة امتزجت بتبدأي تضيفي البيضة التانية. وبما انه طبعا في بيض طبعا لازم يبقى عندك فانيليا، حطيت معلقة من الفانيليا. لو مش موجود عندك تستخدمي فانيليا سايلة عادي جدا. حطيت الاربع بيضات وعجنتهم، وده القوام بتاع العجينة. ودي الاقماع اللي انا هشتغل بيها. ممكن تشتغلي بالقمع ده، وممكن تشتغلي كمان بالقمع اللي هو الاوسع شوية، اي واحد فيهم ينفع تشتغلي بيه. بدأت ان انا احط القمع في كيس الحلواني بالشكل اللي احنا شايفينه، وهبدأ اعبي العجينة بتاعتي في الكيس.
طبعا الشربات كان خلاص استوى، ومقادير الشربات بتبقى 2.5 كوب من السكر على 2 كوب من المية. بسيبهم لحد ما يبدأ يغلوا، وبعد الغليان بنزل برشة من ملح الليمون او عصير نص ليمونة. ده طبعا كان شكل بلح الشام. شايفين العجينة مظبوطة، بيتقطع معايا بكل سهولة. دلوقتي هنبدأ نقلي بلح الشام بتاعنا. وبلح الشام يا جماعة بيتقلي في زيت بارد تماما، يعني انا دلوقتي طافية النار، مش مشغلة عليه النار. تبداي تقطعي بالحجم طبعا اللي انت عايزاه. انا طبعا مقطعه كله في مقاس الصابع بتاع ايديا، فعشان يبقى كله تقطيع وحجمه كله متساوي. ممكن تكبري ممكن تصغري زي ما انت طبعا المقاس ده على حسب اختيارك. بكرر للمرة التانية ان الزيت بارد، يعني انا لسه اصلا ما فتحتش عليه النار. بعد ما بقطع كل الكمية اللي عندي، طبعا ما بنعبيش الطاسة على الاخر، علشان الحجم بتاعه لسه بيبدأ ان هو يزيد، فما يتلزقش في بعضه ويبقى كده مش مظبوط، ويبدأ ان هو شكله يبوظ كده. بعد ما عبيت الطاسة بدأت ان انا اولع البوتاجاز عليهم، وهسيبهم كده ما بتجيش جنبهم نهائي. بمجرد ما يبدأوا البلح الشام يحس بالحرارة، بتحس ان هو بدأ يطفو كده على سطح الزيت، وبدأ ان هو يعوم، فخلاص في الوقت ده ممكن تقلبي عادي جدا. وتفضلي طبعا تقلبي لحد ما بتوصلي للون الذهبي. يكون عندك معلومة ان بلح الشام لما بيخرجوا بيتحط في الشربات بيغمق تقريبا درجة او درجتين، فحاولي لما تيجي تخرجيه من الزيت ما يبقاش لونه غامق قوي، عشان لما هينزل في الشربات لونه كمان هيغمق زيادة. بقلب بالشكل اللي احنا شايفينه لحد ما بوصل لدرجة اللون المطلوبة، وانا شايفة ان الدرجة دي كويسة جدا. فخلاص كده هبدأ ان انا اشيل بلح الشام. بشيل بلح الشام من الزيت على الشربات البارد مباشرة، وبسيبه في الشربات لمدة 10 دقايق لحد ما اتأكد ان هو اتشرب كويس جدا. وبعدين هبدأ ان انا اصفيه واشيله من الشربات. طيب لو انا عندي اكتر من حطة في يعني هقلي بلح الشام على اكتر من مرة، هعمل ايه؟ هطفي كده على الزيت، وعلى ما اصفي الشربات وكده هسيب درجة حرارة الزيت تبرد، وبعدين هبدأ ان انا اشتغل فيها مرة تانية. يعني ما ينفعش ان احنا نحط بلح الشام في زيت سخن، لان ده من الاسباب اللي بتخلي بلح الشام يبقى متفتح وشكله مش مظبوط. بعد هنا لما سبت بلح الشام لمدة 10 دقايق كده في الشربات، وتأكد ان هو اتشرب تماما، بدأت ان انا اخرجه برضو على مصفى، علشان لو في اي شربات زيادة بتتصفى. وده كان الشكل النهائي لبلح الشام. ودي كانت الكمية اللي اتعملت من المقادير بتاعتي، اللي كانوا 2 كوباية دقيق عليهم 2.5 كوباية مية، وعليهم 4 بيضات مع رشة فانيليا مع معلقة سكر ونص معلقة ملح. ده طبعا كان الشكل النهائي. شايفين قد ايه جميل من جوه، هش ومفرغ من جوه وشارب الشربات كويس جدا جدا ومستوي. وطبعا بمجرد ما بنحطه على النار في الاول بننزله على نار عالية، وبعدين بنبدأ نهدي عليه النار علشان يستوي، ونتأكد ان قلبه من جوه استوى وبقى مظبوط. وطبعا بتزينيه بالشكل اللي انت بتحبيه. في ناس بتحبه كده هو سادة، وانا شخصيا من الناس دي. فممكن تديله رشة فستق، او ممكن تديله رشة جوز الهند، ممكن ترش عليه تزينيه بجناش شوكولاتة، يعني اللي انت حابة. في ناس برضو ممكن تفتحي بلحة الشام وممكن تحشيها بكريمة. والتزيين طبعا دايما بنقول ان هو بيرجع لك على حسب الموجود عندك وعلى حسب المتوفر. ودي كانت وصفتي النهاردة، ودي كانت طريقتي في عمايل بلح الشام. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.